بزوز بيضات باش نحضروا جاتو خفيفة وبنينة وعالية كما تشوفوا فيها، تعمل 66 كيف وكل ريحة ما شاء الله فيها في الدار الكل. أول حاجة باش نحضروا البلاتو متاعنا ندهنوا بالزبدة والفرينة ونحطوا الفور على 180 درجة يسخن من قبل. خذيت الحليب حطيت عليه الخل خلطته وخليته على جنب. في ريسيبيون باش نحطوا 6 كعبات طعام، رشة ملح، نضيفوا السكر ونركضوهم بالباهي حتى يبيض الخليط. من بعد باش ناخذوا الزيت ونزيدوه تدريجيا ونركضوا. من بعد نضيفوا الحليب اللي حطيناها على جنب مع شوية الماء ونخلطوهم، وناخذوا توا الفرينة نغربلوها ونضيفوا توا خميرة الجاتو، والمقادير الكل كالعادة تلقاوها مكتوبة. نكملوا بقية الفرينة نخلطوهم، نحاولوا باش ما نخليوش حتى تكتلات باش تطلع الجاتو متاعنا ناشحة. نحطوها في القالب ندخلوها للفور لمدة 30 دقيقة على 180 درجة. حضرت الجاتو متاعنا فايحة في الدار الكل، طايبة في حقها كما شفتوها. خيرت اني باش نزينها بالعسل ونرش عليها شوية لوز ومتومة، كان تحبوا تخليوها كيكة والا تحطوا معجون ولا سكر محور، ليكم الاختيار. وصحة وبشفى ليكم.